يوم غضب بعدة جهات بالجمهورية من بينها صفاقس، أين خرجت مسيرة شعبية نصرة للشعب الفلسطيني وتنديدا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا اعتراف إدارته بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. ما حصل لنا ليلة البارحة هو نكبة، وأنا أعتبره أنه وعد بلفور جديد، وعد ترامب جديد. ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت بصفة عفوية وضمت مواطنين وعدد من مكونات المجتمع المدني، رفعوا أعلام فلسطين وشعارات مساندة للقضية الفلسطينية ورافضة لإعلان ترامب. هي شعارنا واحد اللي هو مهما باعوا القدس احنا ما بعناش، القضية اتباعت احنا ما بعناش القضية متاعنا، فلسطين أرضنا، القدس عاصمتنا وعاصمة فلسطين ليست عاصمة الكيان المحتل. ندعو إلى غلق سفارة أمريكا بتونس. وأثار قرار ترامب ردود فعل دولية رافضة ومستنكرة باعتباره قرارا خطيرا من شأنه نسف جهود استئناف عملية السلام. وكان الكيان الصهيوني قد احتل القدس الشرقية عام 1967 وأعلن لاحقا ضمها إلى القدس الغربية، معلنا إياها عاصمة موحدة وأبدية له، وهو ما يرفض المجتمع الدولي الاعتراف به.